الأهلي يفوز على طلائع الجيش نتيجة 2-0 في مباراة الأهداف الضائعة، والأهلي يصل للنقطة 39 وبيراميدز يصل للنقطة 42 في ختام مباريات الدور الأول. وللعلم الأهلي الفرقة الوحيدة في الدوري اللي لعبت 17 مباراة ما خسرتش منهم ولا ماتش، وعدم احتساب أكتر من ضربة جزاء في المباراة الأخيرة في نهاية الدور الأول. منافسة التحكيم فريق أموال وباقة من ألمع النقود في ظل غرابة تحكيمية احنا مش فاهمين ده المقصود منها ايه. عايزين تدوا الدوري لبيراميدز، ادوا له الدوري مفيهاش اي كسوف. احنا النهارده الكابتن طارق مجدي ما حسبناش ضربة جزاء غير لما فهموه ان ضربة جزاء مش لازم تتحسب اما واحد يضرب واحد بشومة او عربية تخبط واحد، على عكس الكابتن امين عمر اللي هو في ماتشاتنا لما بيحسب لنا فاول يبقى كتر خير الدنيا. بيحسب ضربة جزاء لفيستون مايلي ولا ليها علاقة بأي ضربة جزاء ولا فيها التحام ولا فيها أي حاجة، وسبحان الله في 3 ثواني قام حاسبها. لغى هدف لسيراميكا. طب احنا هنقول هدف سيراميكا الملغي اسلام عيسى كعبل بلاتي توريه، لكن ضربة جزاء فيستون مايلي دي ملهاش علاقة بأي ضربات جزاء. عايز اقول لحضرتك كابتن طارق مجدي وسام الراجل كعبله وما حسبتش ضربة جزاء. مفيش الا في اخر دقيقة لما الراجل قعد لمحمد عبد الله في الارض وفتح له رجله 7 كده اللي هو اكنه بينط من فوق حواجز فاكر اللي هو حصان، في الاخر حسب لنا ضربة جزاء. وكان في ضربتين تاني ممكن واحدة فيهم تتحسب غير اللي وسام ابو علي متكعبل فيها. بس ما علينا، احنا تاني هنقولها. لو الاهلي هينافس التحكيم وفريق الاموال والباقة من ألمع النقود، لان احنا ما يفرقش معانا بيراميدز هيفضل يكمل في انتصارات واحنا ان شاء الله هنفضل نكمل، واحنا مش بتوع شماعات، احنا بتوع تنفيذ وافعال. وهناخد بيراميدز في المباراة بتاعتنا التانية ان شاء الله في الدور التاني ومش هنسمي عليها. زي ما احنا النهارده شفنا الاهلي بالفرقة القوية جدا واللي احنا بنقول يا كولر احنا مش محتاجين تنجيم. الفرقة اللي انت لعبت بيها النهارده هي دي الفرقة اللي انت المفروض تلعب بيها لاخر الدوري وهتاخد الدوري مرتاح. وانا بقول لك ولا هنعتمد على تحكيم ولا مجاملات، احنا هنلاعب مصر كلها وهناخد الدوري. ساعتها هنجيب في مباراتنا مع بيراميدز طقم حكام اجانب كالعاده، عشان مش هنستنى حد يكون لسه ما تصحرش ويجي يحسب علينا اي حاجه